السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناة قصص واقعية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع بداية الخلق أو بداية خلق الأرض بمعنى أصح، الأرض قبل البشر. تخيل معايا يا صديقي إنك تفتح صفحة الكون من أول سطر، مفيش بشر، مفيش حضارات، ولا في أي صوت ضحك أو بكاء. الأرض في البداية كانت كوكب مجهز لكن ساكت، كأنها مسرح فاضي مستني أول ممثل يطلع على خشبته. القرآن بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الآية دي بتفتح قدامنا مشهد رهيب. كل اللي موجود في الأرض اتخلق بميزان، كل تفصيلة معمولة بحكمة. يعني الجبال مش معمولة اعتباطا، دي أوتاد بتثبت الأرض. البحار والأنهار معمولة علشان تكون شرايين الحياة. الرياح والسحاب معمولين علشان يسقوا الأرض. حتى الصخور والمعادن والزرع، كل ده معمول لحكمة وهدف. لو تخيلنا المشهد هنلاقي أرض مليانة عناصر خام، أنهار بتمشي في مجاريها، بحار بتغطي مساحات واسعة، جبال بتقف كأعمدة ضخمة، السماء فوقها مرفوعة من غير أعمدة، النجوم منورة، الكواكب بتدور، والشمس والقمر في مسارات محددة. كل حاجة مرتبطة بنظام دقيق، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الأرض قبل البشر ما كانتش صامتة تماما، اللي عاشوا عليها كانوا مخلوقات تانية، الجن. القرآن قال: وخلق الجان من مارج من نار. المارج ده هو لهب خالص، مزيج ناري صافي. يعني طبيعتهم مختلفة تماما عن طبيعة الأرض اللي من تراب وماء. النار خفيفة وسريعة، وده اللي خلاهم كائنات سريعة قوية، عندها قدرات تخليها تنتقل وتتحرك بشكل مش مفهوم لغيرها. الجن كانوا أول سكان الأرض المكلفين، زي البشر بالظبط، عندهم حرية اختيار، يا يطيعوا يا يعصوا. في البداية كان فيهم العابدين اللي بيذكروا الله ويمشوا على طاعته، كانوا بيملوا الأرض تسابيح وصلاة. لكن مع الوقت ظهرت طبيعة الاختبار، الحرية اللي أديت لهم اتقلبت على فساد. بدأت الخلافات، القبائل اتقسمت، القوي اتجبر على الضعيف، بدأوا يتقاتلوا، والدماء بمعناها اللي نفهمه بدأت تسفك. مش لازم تكون دم زي دم الإنسان، لكن كان فيه قتل وحروب وصراع على السيطرة. الأرض اللي اتخلقت عشان تكون دار طاعة اتحولت لساحة نزاع. تخيل المشهد: كوكب كامل مليان مخلوقات نارية، بيظهروا ويختفوا وبيتنقلوا بسرعة رهيبة، لكن بدل ما يملوا الأرض خير ملقوها حروب، صراخ، ظلم، دماء، خراب. والملايكة من فوق شايفين كل حاجة، شايفين الفوضى، وشايفين ازاي الأرض اللي معمولة بميزان بقت مليانة فساد. وهنا بدأ يتكون في وعي الملائكة استنتاج إن أي مخلوق عنده حرية الاختيار غالبا هيميل للفساد، وده اللي هيخليهم فيما بعد يسألوا ربنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني شايفين الأرض وشايفين اللي حصل، فبيستنتجوا إن ده ممكن يتكرر مع أي مخلوق جديد. خليني أسألكم هنا: لو أنت كنت موجود وقتها في أرض كلها جن، أصواتهم، قتلهم، ظهورهم واختفائهم، هل كنت هتحس بخوف؟ ولا هيكون عندك فضول تعرف طبيعتهم إيه وإزاي عايشين؟ المشهد يا جماعة بيوضح حاجة خطيرة، إن الأرض عمرها ما كانت فاضية. الكون دايما مليان حركة، مخلوقات بتروح وبتيجي، أجناس بتتوالى، لكن كل مرحلة لها حكمة ولها رسالة. الجن جم الأول وأخدوا فرصتهم، لكن ما نجحوش في المهمة.
واللي خلى القصة دي عظيمة إن كل ده كان تمهيد لمرحلة أكبر. الأرض بتتجهز لصفحة جديدة، لتجربة جديدة. وده يعلمنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيدير الكون بخطوات، كل خطوة بتفتح للخطوة اللي بعدها. لو فشل مخلوق في الأمانة، ده مش نهاية القصة، لكن بداية لفصل جديد. تخيل معايا المشهد ده. اقف على جبل عالي في زمن الأرض الأولى وبص حواليك. هتشوف أنهار ماشية، أشجار متناثرة، حيوانات غريبة. لأن في بعض المفسرين قالوا كان في كائنات تانية غير الجن عاشت على الأرض لفترة. وفجأة تسمع أصوات قتال، صيحات عالية، صراخ، نار مشتعلة. الجن بيحاربوا بعض، واحد يقتل والتاني يهرب بسرعة خاطفة. الأرض كلها كانت مليانة خوف واضطراب. وفوق المشهد ده الملائكة بيتعبدوا في السماوات ويسبحوا بحمد ربنا ويشوفوا من بعيد كل اللي بيحصل. العبرة اللي ناخدها من القصة دي، اللي حصل في الأرض قبل البشر بيورينا إن الحرية اختبار كبير. الجن اختاروا الفساد بدل الطاعة، فكانت النتيجة خراب الأرض. وده بيخلينا نسأل، هل الإنسان النهاردة مختلف؟ هل اتعلم من التجربة دي ولا بيكرر نفس الغلط؟ طبعا كده احنا عرفنا خلاص الجن ما بقوش بس ساكنين عادي، لا ده انتشر بينهم الفساد وبدأت الدماء تسيل. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ ازاي اتطورت القصة من خلافات بسيطة لمعركة كونية كاملة؟ اللي نعرفه ان الجن ما كانوا جنس واحد متماسك. زي ما البشر اتفرقوا شعوب وقبائل، هما كمان بقوا جماعات كتير. كل قبيلة عايزة السيطرة، وكل زعيم عايز النفوذ. اللي يملك قوة نار أكبر يفرض سطوته، واللي ضعيف يتهان. في بداية النزاعات كانت محدودة، خلاف على أرض، على موارد، على حدود منطقة. لكن مع الوقت الأمور خرجت عن السيطرة. اتكونت جيوش من الجن واتفتحت أبواب حرب شاملة. الأرض اتغطت بصوت صراخ ونيران. المعارك كانت عنيفة جدا، لأن طبيعتهم النارية بتخلي القتال سريع وقاسي. تخيل ليل مظلم وفجأة وادي كامل ينور من نار مشتعلة. أصوات بتخترق الجبال، صرخات ورجة أرض من شدة المعارك. الدخان يعلو للسماء كأن الكوكب كله بينزف. اللي عاشوا وسطهم من الجن الصالحين كانوا إلا كانوا بيهربوا، يتواروا بعيد عن ساحة الحروب. لكن حتى عبادتهم ما كانتش بتمنع الضوضاء اللي غطت الأرض كلها. صوت الخير دايما بيكون هادي، لكن صوت الشر داوي وعالي. تخيل معايا تبص من بعيد تلاقي أراضي واسعة، في كل اتجاه نيران مشتعلة. قبائل من الجن بتتقاتل، لهب بيطير من هنا وهناك، وصرخة بتتردد من هناك. الدخان مغطي الأفق. الأرض اللي اتخلقت متوازنة اتكسرت معادلتها وبقت كأنها بتصرخ من شدة ما فيها. ولما شافت الملائكة الأرض والجن بيملوها فساد وقتال، ارتفع صوتهم بالسؤال العظيم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ سؤال خرج من قلوب طاهرة ما تعرفش العصيان، لكن شافت منظر رهيب: دخان، نيران، دماء تسفك. كأنهم بيقولوا يا رب، أي مخلوق بياخد حرية بينتهي به الحال للخراب، فهل ستعاد التجربة من جديد؟ وكان الجواب الإلهي حاسم: إني أعلم ما لا تعلمون. جملة قصيرة لكن مليانة أسرار. معناها إن علمكم محدود، وإن الحكم عندي أوسع من اللي شايفاه عيونكم. نزول الملائكة إلى الأرض. وهنا بأمر من الله سبحانه وتعالى نزلت جموع من الملائكة إلى الأرض. نزلوا كالبرق، نورهم يملأ الأفق، أصواتهم كالرعد. اتوجهوا مباشرة لساحات الحرب اللي أشعلها الجن. المعارك اللي كانت مشتعلة بين قبائل الجن اتسكتت فجأة لما ظهر جيش من نور.
الملايكة نزلوا بالسيوف الروحانية اللي ما يقدرش يقف قدامها أي مخلوق، قضوا على الجيوش المفسدة وشتتوا الطغاة وضيقوا على كل من حمل راية الفساد. الجن المجرمين إما هلكوا في المواجهة أو طردوا لزاوية بعيدة من الأرض، وفي بعض الروايات قيل إنهم هربوا إلى الجزر البعيدة والجبال الموحشة علشان ما يبقوش في قلب الأرض العامرة. المشهد ده كان إعلان إن الفوضى انتهت، الأرض اتطهرت، لكن لسه في سر أكبر كان بيتحضر. الأرض ما كانتش هتفضل فاضية. العبر والدروس اللي ناخدها من موضوعنا اليوم: إن الله لا يترك الفساد بلا ردع. لما الفساد يعم الأرض أرسل ملائكته ليطهروها. تاني حاجة إن الفساد لا يدوم، مهما على صوته النهاية دايما بيكون تدخل إلهي يعيد التوازن. الأرض اتطهرت لكن ما بقتش مسرح خالي، بالعكس كانت بتستعد لأعظم حدث في تاريخها، خلق الإنسان، واللي جاي هيكون أعظم. في الفيديو القادم هنفتح باب جديد، بداية خلق آدم عليه السلام. إزاي اتكون من طين، إزاي نفخت فيه الروح، وليه كان خليفة في الأرض. الصفحة الجديدة اللي غيرت مسار التاريخ. استنونا لأن اللي جاي مش مجرد قصة، اللي جاي هو بداية وجودنا إحنا. سلام.